أنا من حوالي أسبوعين فقدت والدتي، وحشتني جدا، اشتقت إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بها. اللهم آمين يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول آية عجيبة جدا، قال واخفض لهما جناح الذل. ناس كتير جدا حافظة الآية دي بس مش فاهمة معناها، مش مدركة المعنى اللي في الآية دي. الله سبحانه وتعالى يقول واخفض لهما جناح الذل. انت عارف الطائر إذا أراد أن يضرب بجناحه بيعمل إيه؟ بيرفع جناحه فوق كده ويفرد جناحه كده. شفت أنا المشهد ده، ويضرب به. انت عارف هذا الطائر عندما يحنو على أولاده على صغاره بيعمل إيه؟ يخفض هذا الجناح. خدت بالك من الآية؟ شوف آية عجيبة جدا، واخفض لهما جناح. انت عارف سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بيحكي موقفا عجيبا، بيقول كنت أطوف حول الكعبة وكان معي عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، وإذا برجل يحمل والدته على ظهره. عمرك عملت دي؟ في بعض الناس مثلا عايز دخل والدته دورة المية أعزكم الله ممكن يسندها كده، لا عمرك خدتها على ظهرك؟ جرب المسألة دي. هذا الرجل يطوف حول الكعبة وقد حمل والدته على ظهره، ما هي مشالتك، شايلها على ظهره، ويطوف ويدندن ببيت من الشعر، من أجمل أبيات الشعر التي قرأتها في حياتي. بيدندن بيقول إيه؟ بيقول بيت شعر كده وشايل أمه. بيقول إيه؟ بيقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت الركائب لم أذعري. الله الله، إني لها بعيرها المذلل. بيتكلم عن نفسه بيقول أنا الدبة بتاعتها، أنا الدبة بتاعتها المذلل. المذلل يعني إيه؟ يعني لو قالت لي يمين يمين، شمال شمال، أمشي أمشي، قف أقف. أنا متذلل لها، المذلل لها. إن أذعرت الركائب لم أذعري. بعض الدواب إذا ركبتها تضطرب وربما توقعك من على ظهرها، وبيقول لا، إن أذعرت الركائب لم أذعري. والمهم مين اللي شافه؟ سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالراجل ده لما شاف سيدنا عمر بيبص له، هو عارف ابن عمر، فبيقول له ايه؟ بيقول له يا ابن عمر ابن الخطاب أتراني، شايفني شايل أمي، أتراني وافيتها حقها؟ قال لا لا، ولا بزفرة واحدة، أي ولا بطلقة واحدة حين ولدتك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.